الفيديو السابق كان اول فيديو في سلسله فيديوهات بتتكلم عن ميكانيكا السخان الغاز. كنا اتكلمنا فيه عن جلده الرداخ ودورها من دفع الطبق وبالتالي فتح السويتش. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن طقم الاصلاح ودوره في فتح مسار للغاز. انا احمد داوود، دكتور هندسه. الغاز اهو بيعدي في الماسوره دي كده، بيقابل السويتش الاولاني اللي هو الكويل او اللي احنا بنسميها الموبينه، اللي بيدخل لها تيار كهربي بيعمل مجال مغناطيسي. فالكويل اللي هنا بيتشد كده بيفتح مسار الغاز، وبعدين الغاز لما بيدخل بيلاقي حاجه تانية هنا بقى. ده مسار الغاز هنا في المكان ده كده، بيلاقي ايه؟ بيلاقي الطبق ده كده هنا، وبيلاقي السوسته دي. فالغاز لما بيدخل بيعدي من هنا، بيبقى عايز يطلع في الماسوره دي كده، يبقى لازم المسار ده كمان يبقى مفتوح له. فالطبق اللي هنا، الطبق ده بيضغط كده بيزق الابره اللي هنا، وبالتالي بيزق السويتش ده برضه. فبنلاقي ان السويتش ده فتح، وصل الطرفين دول ببعض عشان يكمل الدايره بتاعه الكارته، وفي نفس الوقت بيزق هنا الطبق التاني اللي هو هنا ده، فبيفتح مسار للغاز. الغاز بيعدي من الماسوره دي. علشان كده طول ما الطبق ده مش مضغوط فالغاز مش بيعدي، بلاقي السخان بيتكتك على الفاضي، لان ده مقفول مسار. هو الموبينه بتبقى عملت التك بتاعتها وعدت الغاز بتاعها لهنا، ولكن هنا الغاز عشان يعدي من هنا من المكان ده كده ويدخل هنا في الفواني، لازم المسار بتاعه يبقى مفتوح، اللي هو بيدخل من هنا كده وبيعدي في الماسوره الصغيره دي كده ويدخل على الفواني. الطبق ده وراه ايه؟ بفك الطبق هلاقي في المكان ده بيبقى هنا اسمه طقم اصلاح. طيب انا هفك الاول السويتش ده، اللي هو السويتش عطلان عندنا لانه صدى من الداخل نتيجه سقوط ميه عليه من هنا. طيب الميه سقطت ليه؟ علشان الميه بتدخل من المكان ده، يعني المفروض المكان ده بيبقى فيه ميه بس ما تدخلش، ما تعديش جوه. هنا في جوان بيمنعها ان هي تعدي، وبالتالي لما السويتش ده تلف معايا انا مش هغير السويتش بس، لا انا كمان هغير طقم الاصلاح ده لانه بيعدي ميه للداخل. وبالتالي انا جبت سويتش جديد وجبت طقم اصلاح جديد. ابدا افك السويتش زي ما قلنا، ويبقى مربوط بمسمارين هنا اهو. تمام، طقم الاصلاح داخل اهو. ابدا افكه في صاموله هنا بتاعت بنز ولا حاجه، فكها كده. دي طقم الاصلاح، بيبقى فيه جوان هنا اهو. الجوان ده ممكن يكون هو بدأ يتاكل فبيدخل ميه يعني، وفي سبرينج هنا بس هو لازق، هحاول اطلعه اهو، بحيث انه طقم الاصلاح كده اهو عباره عن سبرينج والابره دي الابره وده السبرينج. بيبقى فيه جوان هنا، فالجوان برضو هنا اتدمر ملوش وجود، في جوان بتدخل هنا هنشوفه في طقم الاصلاح الجديد. المهم انا انزل معايا كده، احط بقى طقم الاصلاح القديم ده كده والجوان بتاعه، وابتدي اركب طقم الاصلاح الجديد. ادي طقم الاصلاح الجديد. بص كده، الجوان اهو سليم وجديد، وفي جوان تاني اهو صغير اللي احنا قلنا عليه متاكل بيمنع مرور الغاز هنا، يعني انه الغاز بيبقى ده مساره، الغاز بيعدي من هنا وبيطلع كده على الفواني، فالجوان ده بيمنع مرور الغاز او دخول الغاز هنا. الجوان ده بقى الكبير ده، او زي ما بيقولوا عليه اولسيل او اي حاجه، ده بيمنع مرور الميه للداخل هنا، وبالتالي ما تنزلش على السويتش وتخليه يصدي. فهنركب طقم الاصلاح الجديد اهو كده، نربط عادي، الموضوع سهل جدا. نربط عليه كويس، والطبق ده الطبق الجديد، وممكن استخدم الطبق القديم، يعني الطبق القديم عادي سليم. انا احتفظ بالطبق لان احيانا الطبق ده بيتكسر، احيانا قليله يعني، خلينا نحتفظ بالطبق ما نرميهوش، انا ما بحبش ارمي حاجه. ادي الطبق جديد
بص بطل المصباح، بص ايه اللي بيحصل جوه. شوف لما بضغط على الطبق، المكان ده هو اللي بيدخل فيه السن بتاع السويتش، بحيث انه يتحرك مع دخول الطبق او لا. وهنا بيبقى الطبق بتاع الغاز اللي هو هنا، ده كده بيدخل هنا كده، بحيث ان انا لما بضغط الطبق ده بتاع الميه ده، شوف لما بضغطه، هضغط اهو، شوف ايه اللي هيحصل. الطبق بتاع الغاز طلع، بحيث انه بيعدي، بيسمح بدخول الغاز، بيعديه لهنا. في هنا جوان عشان برضو ما يهربش الغاز، وفي هنا لياي اللي بيرجع الطبق ده لوضعه تاني، وبيقفل مسار الغاز لما بينتهي الضغط على الطبق ده. ان شاء الله المره الجايه هنتكلم عن السويتش بتاع السخان الغاز، كيفيه تغييره وازاي هو شغال. فارجوك ما تنساش والدي من صالح دعائك، ولو استفدت مني حاجه يا ريت تدعي لي وليك بالصحه والستر وراحه البال والهدايه للطريق الصحيح والمستقيم.